ستكون المناطق الصحراوية المحتلة على موعد مع حلقة جديدة من مسلسل الانتخابات المغربية. ورغم عدم اعتراف أي دولة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وقيام الطرف الصحراوي بحملات دولية ضد انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية، إلا أن مسألة المشاركة السياسية في مؤسسات الاحتلال لا زالت بعيدة عن متناول الطرف الصحراوي لاستخدامها كورقة ضغط إلى جانب ملفي الثروات وحقوق الإنسان. ففي الوقت الذي لا تعترف فيه أي دولة بالسيادة المغربية على المناطق الصحراوية، يشارك بعض المواطنين الصحراويين في المواعيد الانتخابية، وهم بذلك يعطون وعن غير قصد شرعية لتواجد المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة، مع الإشارة أنه في هذه المناطق هناك نظام انتخابي فريد من نوعه، حيث يحرم على المستوطنين المغاربة الترشح لعضوية البرلمان والمجالس المنتخبة، وهذا لإيهام المنتظم الدولي أن هناك تمثيل صحراوي بالمؤسسات المنتخبة المغربية. ورغم أنه لا يخفى على المتابع أن الأغلبية المؤثرة في المشهد الانتخابي هي من المستوطنين المغاربة، ووظيفة المواطنين الصحراويين هي تزيين المشهد الانتخابي ولضمان مقاطعة شاملة للاستحقاقات الانتخابية المغربية، ينبغي أولا إقناع المواطن الصحراوي البسيط بدوره الحقيقي في هذه اللعبة، والذي لا يعد أن يكون ممثلا ثانويا لتزيين المسرحية الانتخابية. ويجب التركيز على العامل الاقتصادي، فمعظم المشاركين في الحملات الانتخابية لا يحصلون إلا على الفتات، بينما تذهب الأرباح الكبيرة إلى الرؤوس المستفيدة من وليمة الانتخابات المغربية. سعيد زروال، لإذاعة الصحراء الغربية الدولية.